الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من آداب المشي إلى الصلاة. قال رحمه الله: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. رفع اليدين قد تقدم أنه حين يدخل في الصلاة يرفع يديه مدا متجهة بطونها إلى الكعبة، وترفع إلى حذو الأذنين، وجاء في بعضها إلى المنكبين. والجمع بينها أن أعلاها يكون إلى فروع الأذنين، وأدناها يكون إلى المنكبين. وهذا الرفع في 4 مواطن، أما 3 مواطن فقد اتفق على إخراجها الشيخان: الرفع عند تكبيرة الإحرام، والرفع عند الركوع وعند القيام منه. وأما الرابع فقد انفرد به البخاري، وهو الرفع عند القيام من الركعتين إلى الثالثة، وهذا من حديث ابن عمر. وهذا الرفع مستحب وليس بواجب، وهو علامة على الخضوع، وكذلك التواضع لله عز وجل. وقيل بأنه إشعار باطراح الدنيا يغبر الإنسان والإقبال على الآخرة. والرفع يكون بعد الفراغ من القراءة، ومع قول الله أكبر، ويجوز قبلها ويجوز بعدها، لما جاء عن مالك بن الحويرث وابن عمر أنه كبر فرفع يديه، وفي بعضها رفع يديه ثم كبر، وفي بعضها رفع يديه وكبر. وأما قوله وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، هذا لا يثبت عليه دليل، ولكنه الواقع، بحيث أن الإنسان لا يبادر إلى الركوع وما زال في قراءته، فلا بد أن ينتهي من قراءته ثم يرفع يديه مدا مع الاتيان بالله أكبر. قال: فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة. هذا يدل عليه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ألقم يديه ركبتيه. وأما ما جاء من التطبيق الذي كان عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو ضم الكفين إلى بعضهما ثم توضع بين الفخذين، فهذا قد نسخ، ومع ذلك ما زال مذهبا لابن مسعود رحمه الله ورضي عنه. والصحابة إذا حصل منهم مخالفة للدليل يعتذر لهم بأمور: الأمر الأول لعله لم يبلغهم الدليل، لكن هنا يستبعد أن ابن مسعود لم يبلغه هذا الدليل، وهو يرى الصحابة رضي الله عليهم يصلون ويلقمون أيديهم الركب. ولكن الذي يظهر أن ابن مسعود رضي الله عنه تلقى هذه الصفة من النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحب أن يتركها، والله أعلم. ويمد ظهره مستويا، كما في حديث مالك بن حويرث في الصحيح، بحيث لا يحصره ولا يقنعه، ولكن بين ذلك. قال: ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، وهذا أكمل الركوع وأعدل الركوع، وإلا لو انحنى فهو ركوع، لكن أعدله أن يكون على هذه الصفة.
لحديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة في مسلم هو من طريق أبي الجوزاء رضي الله عنه ورحمه، لكن قال العلماء لم يسمع منها، ولكن له شواهد. ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد، ويقول في ركوع سبحان رب العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم. وليس المراد بالمجافاة أن يكون ركوعها هكذا، ولكن المراد أنه لا يجمع نفسه بحيث يؤدي إلى الخروج من هيئة الركوع والتواضع. سبحان رب العظيم هذا في مسلم، وجاء أيضا غير ذلك سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس أقصد رب الملائكة والروح، سبحان ذا الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، إلى غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وإن دعا للحاجة فلا بأس، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. وأدنى الكمال 3. الصحيح نعم أدنى الكمال 3، لكن الواجب 1. الواجب 1، وأدنى الكمال أن يكررها 3. وأما الإمام فيأتي بها 10، لأن هذا الذي ثبت عن عمر بن عبد العزيز، ولما رآه بعض الصحابة قال: إنه يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحديث نعم وأدنى الكمال 3 وأعلاه في حق الإمام 10، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود. قال: ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث علي بن أبي طالب في الصحيح: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وما جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه ركع فربما قرأوا سورة البقرة وآل عمران وهو في ركوعه، ليس معناه أنه كان يقرأ. الذي يظهر لي أنه ليس معناه أنه كان يقرأ حتى يتأول له بأنه لم يبلغه الحديث، ولكن المعنى أنه كان يسبح ويحمد على الحال الذي عليه الراكع. وإنما الذي بجانبه لو قرأ هاتين الصورتين لكان قد أتمهما. ثم نعم والركوع والسجود ليس بموطن قراءة قرآن، هذا موطن خضوع، موطن ماذا؟ تواضع لله عز وجل، فيحتاج الإنسان أن يسبح ربه عن السفل، سبحان ربي العظيم، يعظمه وينزه عن النقص. ثم إذا سجد سبحان ربي الأعلى ينزهه عن السفل ويثبت له العلو. قال: ثم لا يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إما منفردا سمع الله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع استجاب، لحديث أبي موسى في مسلم: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يجبكم الله. والتسميع خاص بالإمام والمنفرد. ذهب كثير من العلماء كالشيخ بن باز وبعض المتأخرين أيضا إلى أن المأموم يأتي بالتسميع، مستدلين بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، والصحيح أن لا تسميع عليه، لأن حديث أبي موسى يبين هذا الإجمال. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، قال فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. ويقول سمع الله لمن حمده في حال رفعه، فإذا استتم رافعا يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وله أن يجمع بين الواو أو لا يأتي بها، كله قد ثبت. وما جاء عن ابن القيم رحمه الله أنه أنكر وجود الواو في الحديث، حديث الصحيحين بالواو اللهم ربنا ولك الحمد، وإن شئت أن تقول اللهم ربنا لك الحمد، وإن شئت أن تقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، كله جائز. ومعنى سمع استجاب
فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كأنه يقول هنا الجد، والجد هو الغنى، والله أعلم كأنه الجد أبلغ. ولا ينفع صاحب العظمة منك عظمته، فأنت العظيم الذي لا يعجزه شيء. قوله ربنا ولك الحمد هذا أدنى ما يحمد الله عز وجل به عند الرفع من الركوع، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. من أخطاء المصلين أن بعضهم يقول اللهم لك الحمد والشكر، الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحميد، والحمد يعم الشكر، لأن الحمد يكون على الصفات المتعدية والصفات اللازمة، بخلاف الشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. فإن زاد عليها ملء السماوات وملء الأرض فهو حسن لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أبي أوفى في مسلم. فإن زاد أهل الثناء والمجد، أي أنت يا الله أهل أن يثنى عليك وتمجد، أي تعظم وتوصف بصفات الكمال والوسع، أحق ما قال العبد، أي أحق ما قال العبد أن يحمدك ويشكرك. وكلنا لك عبد، تواضع وخضوع، لا مانع لما أعطيت، إيمان بالقدر، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وليس المراد بالجد ما ذهب إليه بعض المغفلين من أنه الجد بمعنى أب الأب، وإنما الجد بمعنى العظمة، لأننا رأينا في الواتساب من كتب مقالا ويقول ينبغي للمصلي إذا استفتح الصلاة يقول سبحانك اللهم، أو سبحان الله وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده. قال لا تقل جده، لأن الله ليس له جد، هذا لقصور فهمهم، بل قل لجهلهم. وإلا فقد ذكر الله في القرآن أنه تعالى جد ربنا. وأقبح من ذلك القول أن يقولوا إنما هذا قول الجن. كيف قول الجن وربنا سبحانه وتعالى حكاه عنهم في القرآن، ولو كان باطلا لأنكره الله عز وجل وأنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا عدت إلى تفاسير السلف تجد أن الجد بمعنى العظمة، والجد بمعنى الغنى، فالجد فرد من أفراد العظمة، والجد العظمة وما دلت عليه من المعاني العظيمة الجليلة. وبهذا تعلم أن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة، ما يؤخذ من الواتسابات، لا سيما من رسائل مجهولة المصدر. وأيضا مما يتناقلونه بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي أمي نسبة إلى أم القرى. هذا قول الرافضة، وربما يطعن في فهم الإنسان ويقول أنت كذا وكذا ولا تعرف إيش معنى أمي. معنى أمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. وقد كفر العلماء أو بعض العلماء الباجي لما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، وإنما كتابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزة من الله، لما أبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يمحى اسمه، أن يمحى وصفه بالرسالة والنبوة، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب. وإلا قد قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد رددنا على هاتين الشبهتين في قناتنا وفي موقعنا، والحمد لله، وننشرها بين الحين والآخر لأهمية ذلك. فكما يستخدم أهل الباطل مثل هذه الوسائل لنشر باطلهم، نحن نستخدمها في نشر الحق الذي ندعو إليه. والشيخ ابن عثيمين له نصيحة: ينبغي أن يزاحم أهل الباطل وينشر الحق حتى لا يضيع.
ولأن أهل الباطل يصلون بهذه الوسائل إلى ما لا يصل إليه ربما العالم، فإذا انعزل العالم عن الناس فسدت عقائد الناس بسبب أهل الباطل. قال وله أن يقول غيره مما ورد، وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره، فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. هذه مسألة خلافية بين العلماء والخلاف فيها كبير، فالجمهور على الإدراك، الجمهور على أن من أدرك الإمام راكعا ثم دخل معه أنه أدرك الصلاة، ويستدلون بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد وركع قبل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. الحديث أخرجه البخاري، وقد رجحنا في غير موطن أن الحديث ليس بنص في هذه المسألة، إذ أن الحديث يمكن أن يستدل به المخالف ويقال لهم إنما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الركوع قبل الصف، وكان معلوما عند الصحابة قراءة الفاتحة، والدليل عندهم إذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال. والحديث الصريح هنا لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وقد ألف البخاري رحمه الله تعالى كتاب القراءة خلف الإمام لنصرة هذه المسألة، وضعف الأحاديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ونحو ذلك. فالصحيح من هذا أن المأموم والإمام يجب عليهم قراءة الفاتحة، ومن أدرك الإمام راكعا فليست له بركعة إلا إذا قرأ الفاتحة قبل الركوع، وإلا ليست له بركعة. قال ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. نعم، ما يرفع يديه كما رفع عند القيام من الركوع. وأيهما يقدم، اليدين أم الركبتين؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا باعتماد على حديثين ورد في الباب، مثل حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، وبعضهم لا يثبت شيء منها، وبعضهم يقول الحديث مقلوب، من رأى النزول على اليدين قال الحديث في النزول على الركبتين مقلوب، ومن رأى النزول على الركبتين قال الحديث في النزول على اليدين مقلوب. وابن القيم له كلام كثير ووافقه الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، من أن النزول يكون على الركبتين، والصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن النزول يكون على اليدين. والدليل على ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب عند الشيخين، قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. قال العلماء لو كان ينزل على ركبتيه ما احتاج إلى حني الظهر، ولكن انحناء الظهر وقع بسبب تقديم اليدين، وهذا هو الحكم في المسألة، وبه كان يفتي شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وكذلك شيخنا يحيى حفظه الله تعالى. فيضع ركبتيه ثم يديه، الصحيح يضع يديه ثم ركبتيه ثم وجهه. نعم، يضع يديه ثم ركبتيه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، لأنه يجب عليه أن يسجد على 7 أعضاء كما سيأتي، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله أيضا أن يلصق بين القدمين، لأن ذلك ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فافتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتلمسته فوقعت يدي على قدميه، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. فاستدل العلماء بهذا الحديث على استحباب إلصاق القدمين وعدم المجافاة لهما. قال والسجود على هذه الأعضاء 7 ركن، والأعضاء 7 الجبهة، وأشار إلى أنفه.
واليدين والركبتين والقدمين. فلو قدر أنه رفع عضو من أول السجود إلى آخره ولم يقع هذا العضو في الأرض أن الصلاة باطلة. وأما إذا كان قد وضعه ثم رفعه فالصلاة صحيحة مع الإساءة، كفعل بعضهم يسجد ثم يلصق رجليه بالأرض ثم تراه يرفعهما هكذا، فهذا صلاته صحيحة مع الإساءة. وأما الذي يرفع رجليه من أولها إلى آخرها فالصلاة باطلة. ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه، يعني يضع كفيه بالأرض وتتجه أصابعه إلى القبلة، ويكون وجهه بين كفيه كما في مسلم عن مالك بن الحويرث، يكون كفه يعني وجهه بين كفيه، فلا يقدم بحيث يجاوز رأسه ولا يؤخر بحيث يجعلها عند ركبتيه. وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه، يعني ما يعمل هكذا يقبضهما وإنما يبسطهما بسطا. والضم المراد به أنه لا يفارق بين الأصابع وإنما يجعلهما على حدتهما. ويجافي بين جنبيه إن لم يكن في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصف يقول لينوا بين يدي إخوانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جنح حتى لو شاءت بهمة أن تمر مرت، كما جاء في حديث ميمونة وجاء عن غيرها. ولا يبسط يديهم بساط الكلب، فلا يلصق مرفقه بالأرض وذراعه بالأرض، فإن هذا كان بساط الكلب. ولا يعتمد على الركب إلا لحاجة، لأن الحديث الذي فيها قد أعل بالوقف، استعينوا بالركب أعل بالوقف. فإن كان كبير السن أو مريض أو عظامه لا تحمله فله أن يستعين بركبه ولا حرج إن شاء الله. وهنا مسألة أخرى أيضا، يجوز له الإقعاء بين السجدتين، وهو وضع الإلية على ظهور العقبين. والإقعاء جاء منه ما هو منهي عنه وجاء ما هو مأمور به. فالمنهي عنه ما كان كإقعاء الكلب بحيث يلصق إليته بالأرض ويرفع ساقيه، هذا كإقعاء الكلب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يضع إليتيه على عقبيه كما في حديث ابن عباس عند مسلم. وقال سنة نبيكم أو كما قال وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد، هذا إذا كان الإنسان يستطيع أن يغير الحال. أما إذا لم يستطع فإن الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وربما بردوا الحصى في أيديهم حتى يسجدوا عليه، وربما سجدوا على أثوابهم، لأن شدة الحر فتنة للمصلي وشدة البرد فتنة للمصلي. فإن استطاع أن يكون في بعد عنهما تعين عليه، لكن إذا كان الحال لا يستطيع فيجب عليه أن يصلي في الحر ويصلي في البرد، إلا أنه يجوز له أن يستر رأسه بشيء أو يسجد على شيء حتى يتقي الحر والبرد، لأنه يذهب الخشوع. والخشوع خشوعان، الخشوع في الصلاة ينقسم إلى قسمين: خشوع واجب وخشوع مستحب. أما المستحب فهو خشوع القلب ووجول القلب، فهذا كثير من الناس لا يخشع حتى يأتي شيطان أحدكم يذكر كذا واذكر كذا فينصرف ما يدري كم صلى. وأما خشوع الجوارح فهذا واجب وركن، فيجب أن يقوم حتى يطمئن قائما مع قراءة الفاتحة، ثم يركع حتى يعتدل راكعا، ثم يرفع حتى يعتدل قائما ويطمئن، ثم يسجد، وهكذا. ويسن للساجد أن يجافي عضديه من جنبيه. والعضد هو هذا، العضد هو العظم الذي بين المرفق إلى الكتف، يجافي عضده. وبطنه عن فخذه بحيث لا ينزل بطنه حتى يكون محمول بالفخذ، يعني هذه صورة ربما مستقبحة عند الناس، ولكن يرفع نفسه حتى يكون سجوده
سجود عبادة وسجود خضوع، لا سجود تماوت. وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه. المهم هذه أكمل الهيئات حتى لا يكون متداخلا. أن يجافي عضديه تقدم دليله حديث ميمونة وغيرها، وبطنه عن فخذيه أي يرفع، وهذا هو المتبادر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفخذيه عن ساقيه بحيث لا يكون متراكبا في حال سجوده. والعجب أن بعضهم قد جعل هذه الصلاة خاصة بالنساء، فتجد أن النساء لا سيما إذا ذهب أحدكم إلى الحرم يجد أن كثير من النساء اللاتي يأتين من شرق آسيا ربما تصلي وهي يعني ملتقية على الأرض بسبب مثل هذه المخالفات التي يرتكبونها. وربما لديهم بعض الأحاديث الضعيفة لأن المرأة تصلي بخلاف صلاة الرجل إذا كانت بين الرجال، وهذا لا دليل عليه، فإن المرأة تصلي كصلاة الرجل سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ولم يفرق بين الذكر والأنثى. نكتفي اليوم بهذا والحمد لله رب العالمين.